اهلا بيكم في فيديو جديد. يوم الاحد الاهلي عنده ماتش مهم جدا مع صن داونز. اول حاجه بصيت عليها لما صعدنا الماتش هيتلعب الساعه كام، لقيت الماتش الساعه 7. فرحت ولسه بقول لقيت صن داونز غيروا الميعاد وخلوه الساعه 3، وطبعا كلنا عارفين ليه. وانا الحقيقه مش فاهم ليه ماتش يكون متحدد وقته من الاتحاد الافريقي ويطلب الفريق المنافس ان هو يغير ميعاد الماتش بدون اي سبب منطقي يذكر. بس اللي كنت خايف منه ان الاهلي يخش او يتجر في الخناقه بتاعت ليه الوقت بتاع الماتش اصلا اتغير، ويحصل زي اللي حصل السنه اللي فاتت وان الفريق اتوتر ويتجر لخناقه ملهاش اي داعي، والخناقه دي هتودينا ان احنا نخسر الماتش من قبل ما يبدا اصلا. فبص بقى يا عم كولر، الماتش ده ما يقلش اهميه عن ماتش ريال مدريد. خلي بالك احنا مش عندنا 5 كمان، خصوصا الايام دي تحفيل يا باشا في الخمسات مش حلو، واحنا اصلا مش واخدين على كده. هو صحيح بعد كل 5 خدناها كنا بنزعل وراها ناس كتير قوي، بس الحقيقه صن داونز لسه ما زعلش، احنا بس اللي بنزعل، وزعلنا بيبقى غلس ودمه تقيل. طيب انا النهارده مش جاي اجاوب على الراجل، ولا انا خبير اكتر منه، انا واحد بيجتهد وبيحب فرقته. بص يا باشا، صن داونز هيبقى عايزك تضغط على حامل الكره اللي هو اول واحد فيهم خالص في الملعب، اللي هو مين بقى؟ ويليام الحارس، اللي هيفضل يطلع بالكره ويستفزك ويمشي بيها كده، يتمشى بيها من عند الجون بتاعه ويخرج بيها كمان بره منطقه الجزاء، وهيبقى مستني حد من اللعيبه بتاعتنا يضغط عليه عشان هو بقى يا باشا يباص لواحد من زمايله اللي هو اصبح لوحده، وفي ثانيه يبقى اكتر عددا منك في بناء الهجمه. فمالكش دعوه بيه خالص، سيبه بقى ان شاء الله حتى يفضل قاعد ماشي بقى قاعد بالكوره ربع ساعه، خليك ماسك اللعيب اللي مش معاكم. التركيه دي مهمه جدا. الفكره ان مش واحد بس هيبقى ناقص من عندك، لا ده في ثواني بسيطه الضغطه كلها بتبوظ وبتلبس الجون في ثانيه، وهم بيلعبوا عليها كويس جدا. انت بقى يا باشا اعمل العكس وخليك ضاغط على اللي مش معاك الكوره. في الدفاع انا شايف ان اللي يبدا الماتش ياسر ابراهيم جنب محمد عبد المنعم مش رامي ربيعه، وطبعا لو امام عاشور سليم يبدا الماتش بدون اي كلام. وما تقوليش اصل ما لعبش بقاله كتير، اصل هو ما لعبش الماتشين اللي فاتوا. امام الماتش ده مرسوم عليه. في حاجه مهمه جدا، لازم نستغل المساحات اللي في ظهر الباك رايت والباك ليفت. فمهم جدا وانت معاك الكوره وبتبني الهجمه انك تلعب كور طوليه في ظهر الباكين. في النهايه اتمنى يعني ان احنا نكسر العقده دي ونكسب صن داونز على ارضه ونحسم التاهل من هناك. انا سقراط ودي كورتي.